أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في قناة أحمد يوسف تونسي الحضاري. النهارده طلعنا عند عمرو المنياوي في محل رقم 81 جيم، مبنى جيم الدور الثاني، اللي هو أي حد عاوز يشتري موبيليا أساس منزلي يطلع مبنى ب مبنى جيم الدور الثاني. كله هتلاقي فيه الجديد والمستعمل وتصفية المعارض وكل حاجة. نيجي نتوكل على الله كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا عمرو بيه؟ عامل ايه؟ الله ينور، شغل حلوين. حبيبي يا باشا. قبل أي حاجة كده نصلي على النبي. عليه افضل الصلاة والسلام. شو ده جديد ولا مستعمل ولا تصفية؟ الأوضة دي والأوضة دي مستعملين. ده مستعملين والصالون ده مستعمل. والله افتكرتها جديدة اللي في الوش دي والله. مستعمل. ماشي، وده مستعمل؟ اه. ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ كده باليمين، نبدأ كده بالأوضة دي. بص بقى لي كتير ما صورتش معاك، عاوزين بقى إيه؟ أسعار حديد. على دماغنا. دي الأوضة دي كنا منزلينها احنا. دي كام؟ 4 ضلفة دي؟ 4 ضلفة. دي 4 ضلفة جرارية يا جماعة. سنجارة محترمة. الرفع لا باين عليها يعني. عمرو يا جماعة ما يجيبش إلا حاجة نضيفة. الرفع العصر كويس. بكوال عشان ما يجريش يعني. 4 دولار ضلفتين تربهم. ضلفتين في النص. هم دول. بص النهارة. لا ما شاء الله ما شاء الله. بص الرف برضه. يا بني دي جديدة دي يا عمرو. ها؟ جديدة دي. جديدة تطبيقات معرض. بص يا جماعة الأوضة دي جديدة مش مستعملة. تصفيات معرض. وده السرير بتاعها. بسم الله ما شاء الله. كومودينين كله. والدراج بتاعها اهو. الكومودينات بتنزل جنب السرير هنا صح؟ جنب السرير اهو. كومودينات فوق ده العسكري. ده عسكري اللي على الشمال ده. 3 ادراج دي التسريحة. دي التسريحة يا جماعة. والاثنين كومودينين فوق بعض والكرسي. والبرواز فين؟ البرواز اهو. والبرواز اهو. تمام، بسم الله ما شاء الله. بعرض التسريحة كلها البرواز. ماشي، عاملة كام الأوضة دي يا عم؟ دي احنا كنا منزلينها ب 32. عاملين عليها عرض النهارده 29000. 29000 29000 طب ايه الدليل على كلامك؟ في فيديوهات متصورة قبل كده؟ مصورينها احنا كنا منزلينها ب 32 بس عشان الجو دخلت المدارس. ماشي، دي عاملة يا جماعة 29. النهارده اجيب لكم اسعار حلوة. عمرو اتفقت معاه عشان يصور معايا يديني اسعار. في الأوضة دي عشان مستعملة. ما باخدش منه حاجة يا عمرو ده. في الأوضة دي مستعملة. دي مستعملة. بس دي واحدة بس هي مفتاح. ده السرير بتاع ده. دي اسمها كوكتيل صح؟ بصوا يا جماعة السرير هنا مذهب. السرير المذهب والبراس زي ما انتم شايفين كده طول الارض لحد طول الدولاب اللي هو ورا السرير دوت. ده الكرسي بتاعها. دي يا جماعه مستعمله بس حاجه اللي هي نضيفه يعني. الرافه برضه الكواليس كده. بص النهارده. لا ما هي معروف. مستعمل كتير. باين على الضلفه كمان. بصوا يا جماعه الضلفه. حاجه محترمه. ما شاء الله ما شاء الله. وده السرير بتاعها اهو. بص التسريحه دي على الرجول. البرواز بتاعها بص للارض كده. انا شفت البرواز. بص البرواز يا جماعه. للارض لحد فوق ما شاء الله. برواز حكايه يعني. وده التسريحه والاثنين كومودينو فوقهم والعسكري هنا. تحس ان هم شغل فرنساوي كده. بص هنا العسكري. ده العسكري بتاعنا. ضلفه ودور. بص. فيها شاحن كمان هديه. ودي الشماعه بتاعتها. شماعه لون الذهب. هي مطعمه بذهبي بالمله. مطعمه ذهبي في اللي هو الكافيه ده. لا ما شاء الله واخده. المله ودي اللي مخدت على السرير. دي كوكتيل يا جماعه. السرير والتسريحه ذهبي او البرواز والباقي كله ذهبي. وده الكرسي. بسم الله ما شاء الله. كام يا عمرو؟ عامله 30000. دي عامله 30. في حاجه زي كده بقى. بالعرض بقى قبل العرض ولا بعد العرض؟ لا دي عامله 30. عامله 30. بص دي مستعمله يا عمرو. دي مستعمله بس. بصوا يا جماعه اللي يشوفها. طالما جايبها هي. طب واللي ياخدها تظبط له الكلام ده يا جماعه. تريح الزان. ده مش عيب. ده اسمه تريح الزان. ده اي حاجه. ده بيتعمل عشان الزبون يشوف. انا برضو بحب نشوف الدفايات قدام الاوضه. انا اول ما شفتها افتكرتها جديده من بعيد والله. لا ده مستعمله. بص يا جماعه ما شاء الله يعني. بص على الاوضه الرخام بتاعها كامل. الضلفه واخده بومبي. الضلفه واخده بومبي. لا ما شاء الله يعني. باين على الشغل انا يا عمرو. بص الشغل اللي فيها ما شاء الله. بص العمدان. بص يا جماعه العمدان في النص. الكومودينات بتاعتها برضه مختلفه. السيد دي يا جماعه الرجوله اهيت. العفش بتاعتها مختلفه يا حماده برضه. بص كده. بص صور لهم برضه هنا. صور لهم هنا الدولاب. بص يا جماعه الدولاب عامله ازاي. لا هي اوضه ما شاء الله عليها. بومبيه اهي. الضلفتين اللي في النص دول عادلين ولا وعلبه اضراب. بص يا جماعه على فكره الاوضه يا جماعه لونها احلى من كده في تليفونها عشان الاضاءه ضاربه فيها. الاضاءه ضعيف هنا. لا طلع. بص اللون بتاعه مش طالع قوي يعني في التليفون معايا. دي التسريحه بتاعتها. لونها في الطبيعه احلى. بص كده. بص التسريحه عاملاها. بس عشان هنا زينه بس. بص الشغل ده زينه. بص كده ما شاء الله. لا حاجه. والرخام بتاعها كامل. الشماعه بتاعتها والموله موجوده.
بص رجول التسريحه. دي المله اهي. دي المله. ده كل ده عزال يا استاذ حماد. انا بجيب التسريحه ما شاء الله فخمه اهي. والمله اهي. دي عامله كام دي يا عم؟ المله اهي. ودي اهي. دي كام دي؟ الكرسي بتاعها والله احنا بنطلب فيها 60 هنا. 60 ايه؟ 60,000. ليه يا عمرو؟ امال الجديده بكام؟ ثمنها جديد عدى 120,000 جنيه الوقت. لا والله. والله. هي حلوه الاوضه بس عاليه قوي. انا بطلب فيها هنا بتاع 60. طب بس واحنا الفائده بتاعتها 50,000. دي عامله الفائده بتاعتها 50. الفائده بتاعتها 50,000. هي اوضه وهم الصراحه. عشان ثمنها جديد اصلا يعدي 120,000 جنيه. هي لونها يا جماعه احلى من كده كمان على الطبيعه يعني. ومعاها الصالون ده انا جايبه من مكان واحد، من فيلا من مكان واحد. الصالون ده معايا. هتقول لي بقى ده 80 بقى. الصالون ده بصوا يا جماعه. هو ميزان كلها. كل ده زانه يا استاذ حماد. كنبتين واربع كراسي وترابيزه. بس الازاز اتكسر مننا احنا جايبينه. الازاز؟ ازاز ايه؟ الازاز بتاع الترابيزه. ده هيتعمل عموله ده صح؟ الازاز هو اللي مفصول. دي يا جماعه بيجي لي ازاز من فوق كده. بسم الله ما شاء الله. هو ده والاوضه من مكان واحد اصلا. ما شاء الله عليهم. ده مذهب. كنبتين وكرسيين وترابيزه. بص يا جماعه بسم الله ما شاء الله، ربنا يحسن سوقهم يا رب. بص كده الشغل يا استاذ حماد. بص القعده بتاع الكنبه. الفرخ السفنجي ده ما تعرفش تجيبه دلوقتي اللي فيها. حاسب بس المروحه. ده عامل كام ده عم؟ احنا منزلين برضه كنا منزلين الصالون وحديه كنا قايلين ب 35، بس فائده الصالون ده 28,000. 28. الفائده بتاعته 28,000. 28 و50 يعني حوالي 75 ان شاء الله. ربنا يحسن سوقهم يا عمرو. في عندنا بص عنده بقى تخش بقى الحاجات الرخيصه بقى. ثواني بقى الناس. السفره دي 6 كرسي. دي سفره بقى يا جماعه موديل صغير. 6 كرسي. معاها النيش ده. ومعاها البوفيه وراكم. النيش ده البوفيه بتاعها. البوفيه بتاعها عامله كام ده يا عم؟ شغله زي كله. كده صحيح. بسم الله ما شاء الله. ضلفه. بسم الله ما شاء الله. كلها على بعضها ب 20,000. النيش والترابيزه والبوفيه ب 20,000. 20,000. ده الصالون ده. الصالون ده كام؟ كنبه واربع كراسي ده مستعمل. عامل 10,000 جنيه. عشان نخش على الشغل الرخيص كده. بتاعته. ما شاء الله ربنا يحسن. ده 10 يا جماعه صالون مذهب. في ده جديد. كنبه واربع ده مستعمل ده. ده جديد ده مش مستعمل. ده كام ده؟ بص ده الكرسي ده. ده جديد. ده عامل كام يا عم؟ كنبه واربع كراسي والترابيزه بتاعته بالرخامه اهي. ده جديد مش مستعمل. ظهر الكنبه برضه زي الكراسي. بص كده ظهر. بسم الله ما شاء الله. ظهر الكنبه ده برضه. ده جديد مش مستعمل. كل الكراسي برضه كده صالون. ايوه فهمت شفت صورناه. كام ده عمرو؟ ده عامل 17 ونص. 17 ونص. في عندي حاجه زي كده مستعمل كنبه واربع كراسي. مستعمل. بص يا جماعه المستعمل بنقول عليه والجديد بنقول عليه. عامل 8 ونص. 8 ونص. وعشان خاطر القناه هنحسبه ب 7 ونص. 7 ونص. بس اخيرا انا حاجه ب 7 من غير ترابيزه ب 7 ونص. في ده معاه ترابيزه. ده سيمبل ده صغير حلو. ده معاه ترابيزه. ترابيزه. اربع كراسي والترابيزه بتاعته. بصوا يا جماعه دي الكنبه الكرسي اهوت. وادي الكنبه ايه؟ الاربع كراسي اهو والترابيزه. عامل 6 ونص. 6 ونص. في الجراب الفضيه ده. حلو ده سيمبل ده حلو. وما فيهوش غلطه. مستعمل ما فيهوش غلطه. في الجراب الفضيه. بصوا يا جماعه الكرسي فعلا نضيف يعني. 4 طرفه. تحس ان هو متجدد. هو على وضعه ما حدش عامل فيه حاجه. بص ظهر الكرسي. كان مركون يعني. عامل 6 ونص. او حد كان حاطه انتيكه كده ما بيقعدش عليه. ايوه طبعا. هو بعدين الحاجات دي اصلا ما فيهوش تنميله. بص كده. ايوه انا واخد بالي عشان كده بقول لك هو متجدد ولا تقول لي لا زي ما هو. 6 ونص بالترابيزه بتاعته. حلو. في الدولاب الفضيه ده عامله 4 ونص. 4 ونص. ماشي ناخد خش فكره برضه عن الاوض دي. ناخد فكره سريعه كده ولا يجي يتفرج. ده ضلفتين جرار. بص المكتبه جوه برضه الرف من مكان واحد. شغل يعني من مكان واحد كله. الرف معمول بكواري. دي ضلفتين جرار وواحده. ضلفتين جرار وضلفتين عاديين وضلفه عاديين. وضلفه عاديه. بص كده. ده البراز بتاع العسكري. بتاع العسكري نفسه. وده الكرسي. بص نفس الشغل برضه. تسريحه فوق يا جماعه. التسريحه فوق الاثنين كومودين والعسكري. دي كام دي؟ ضلفه عاديه. دي فيها بنكيت دي صح؟ فيها بنكيت ومعاها الكرسي ومعاها الشماعه. كام بقى يا عمرو؟ الشماعه بتاعتها اهي. دي احنا كنا منزلينها ب 32. هحسبها ب 30,000. 29 يعني. لا ب 30,000. ما احنا 32 بننزلها 29. 30,000 دي. في اللي وراك دريسنج دي برضه. في دي برضه. دي ضلفتين جرار وضلفتين عاديين. ضلفتين من ده
نفس الرف برضه معمول بالكواين الاواعي. كله كواين عشان تعرف ان هو شغل واحد كله. شغل نضيف. ده ما فيهوش فايبر. الشغل ده ما فيهوش فايبر. بص الشغل نفس الشغل برضه اللي في الاوضه الثانيه نفس السمرتها. ضربتين جرار وضربتين عاديين. بسم الله ما شاء الله. دي كام دي يا عم؟ اللي على التسريحه والبنكته فيها. الكومودينات لها برويز. العسكري ليه برواز. كل حاجه لها برواز يعني. وده فيه اضاءه، ده اضاءه ده. دي كام ده يا عم؟ ده اضاءه ب 30000. 30. ودي الدريسنج برضه. الدريسنج دي بقى ايه بقى؟ وريني. اربع دي ضرب 4 جرار. ضرب. البنكته دي بصراحه. البنكته دي طبعا. جرار بص كده. ده ايه ده؟ دي زي نظام ايه؟ زي نظام الشوفونير عشان هي معاها الشوفونير. ده بدل الشوفنيره يعني، قطعه زياده يعني. قطعه زياده. ده الرف اهو، الرف التاني اهو. والازاز بتاعها كامل. ما شاء الله. الرف التاني اللي في النص اهو. جرار. بص كده. في النص تقسيمه حلوه. ادراج برضه. الجرة محترمه. بص الجرة. لا بسم الله ما شاء الله. دي مستعمله ولا جديده؟ لا دي جديده. دي جديده. كام دي يا عمرو؟ 30000 برضه. 30. كل حاجه ب 30 يا عمرو. 30000 بعد السرير ده بتاعك. 29 اسحامات. السرير بتاعها ده صح؟ والبنكيت بتاعها اهو بنفس اللون السرير. والصالون الجميل ده كنا قاعدين عليه ده. بص كده. ده مستعمل يا جماعه عشان احنا كنا قاعدين عليه من شويه. لا ده جديد والله. لسه قاعدين عليه. لا احنا كنا قاعدين عليه في الشتاء. طيب. وبعدين انت جيت عندنا اسحامات، انا قاعدك على الارض يعني. ما ينفعش، ده جديد يا اسحامات. ماشي. عامل كام ده؟ كنبه كافيه وكنبه اللي هي الزيتي دي والترابيزه اللي هو لونين. لونين. وده الكرسيين بتوعه. بسم الله ما شاء الله. احنا بنطلب فيه 20 بس فايدته 18 ونص. 18 ونص. ده السرير بتاع الاوضه الدريسنج ده. ابص عليه برضه عشان تصوره كويس. المرتبه 160. ودول بيركبوا تحت الكومودينات. البرواز بتاعها اللي ورا اهو، في ليد ورا هنا. ده البرواز جاي قوي بس يعني فهمنا كده القصه. طب ادينا بقى رقم التليفون يا عمرو بقى عشان لو عايزنا اي حاجه. بصوا يا جماعه ما شاء الله، عمرو هنا في مبنى جيم. دي الطرقه اللي في النص عشان مقفوله في اخرها. دي الطرقه في النص محل عمرو المنياوي او احمد فاروق. حاج احمد فاروق طبعا بيصور معايا. عيشنا عم احمد. 81 و82 جيم يا جماعه. مبنى جيم الطرقه اللي في النص. عمرو المنياوي. ادينا الرقم يا عم عمرو. 03 وحيد 821 93 50. ده 50. ده رقم عمرو اللي على الشمال. وهنزل رقم احمد فاروق. قوله برضه. دي وعد اعمله لك عشان انا مش حافظ. 011 حاج احمد 4 7 8 4 6 7 4 3. دي تليفون احمد فاروق ومحمد المنياوي برضه احنا منزلينهم على الشاشه بس احنا بنأكد عمرو المنياوي. احنا قلنا يعني الكونسول ده برضه ما صورناهش. مش مشكله بقى، كفايه عليك كده. مطعم بالنحاس ب 3000 جنيه. ربنا يوسع رزقك. في مرتبتين هم متر. بكام دول جداد؟ عاملين جداد. كام بقى؟ عاملين 2000 جنيه. 2000 جنيه الاثنين؟ ولا الواحده؟ الاثنين ب 2000 جنيه؟ جداد. دول جداد يا جماعه. المرتبه ب 1000 جنيه. انا جايبهم من عنده من شغله وهم اللي موجودين. حلوين يا جماعه والله. بص الماركه بتاعتهم يا حمد اهي. الماركه بتاعتهم مش شايف. فين؟ دي الماركه بتاعتهم. السوسه خلي بالك. في اسليك كده. ما اعرفش نوع. ماشي يا جماعه. ده محمد عمرو المنياوي واحمد فاروق مع بعض في محل 81 جيم 82. اتمنى يكون الفيديو عجبكم بقى. شيلوا لايك ومستني تعليقاتكم. برضه اللي عاوز اهم حاجه تعليقاتكم بتهمنا. هعمل معاه واجب برضه عشان القناه ان شاء الله. اللي الصالون واللي اوضه. ربنا يحسن سوم يا رب. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. شيلوا لايك. رزق كله موجود. السلام عليكم.